وسعدتم ظهيرة أينما كنتم أيها السادة والسيدات. نشرة أخبار الظهيرة من الفضائية العتبية وأتلوها بالعناوين. فخامة الرئيس يعود إلى البلاد مختتما زيارته الرسمية إلى أثيوبيا. الرئيس مولاتو يعبر عن سعادته لعملية السلام. اختتام مهرجان الشباب الثامن بساوة. ترامب يصف الاجتماع مع بوتين بالبداية الطيبة. حمم بركانية تسقط على سفينة سياحية في هاواي. القطب الجنوبي يخسر قرابة 3 تريليون طن من الجليد. أهلا بكم للتفاصيل. عاد فخامة الرئيس إسياس أفورقي إلى أرض الوطن بعد زيارته لإثيوبيا، أجرى خلالها لقاءات ومباحثات مع السلطات الإثيوبية للدفع بعملية السلام والصداقة. تفاصيل الأوفى حول هذه الزيارة مع التقرير التالي. عاد فخامة الرئيس إسياس أفورقي اليوم 16 من يوليو مختتما زيارته الرسمية إلى أديس أبابا التي استغرقت 3 أيام بموجب الدعوة التي قدمها له رئيس جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الدكتور أبي أحمد. واستقبل الوزراء فخامة الرئيس إسياس أفورقي عند وصوله إلى مطار أسمر الدولي. وقد التقى فخامة الرئيس إسياس أفورقي خلال زيارته لإثيوبيا برئيس جمهورية إثيوبيا الاتحادية الديمقراطية الدكتور مولاتو تشومي ورئيس الوزراء أبي أحمد وكبار المسؤولين في الجمهورية للدفع بمبادرة السلام التي بدأت وتقوية العلاقات الثنائية في كل المجالات. كما تفقد فخامة الرئيس إسياس أفورقي والوفد المرافق له برفقة رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد في صباح 15 من يوليو الجاري أثناء عودته من مدينة هواسا إلى العاصمة أديس أبابا. وتفقدوا على بعد 25 كيلومترا من مدينة هواسا مشروع العقارات الجاري بناؤها وغيرها من البنى التحتية، إضافة إلى الاستثمار الجاري في منطقة هواسا الصناعية وتطوراته. وألقى فخامته كلمة في البرنامج الاستثنائي الذي نظمته إدارة وسكان العاصمة الإثيوبية أديس أبابا دعما لعملية السلام المبشرة بين إريتريا وإثيوبيا. يذكر بأن مئات الآلاف من الشعب الإثيوبي خرجوا إلى الشوارع لاستقبال فخامة الرئيس إسياس أفورقي عند وصوله إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في 14 من يوليو الجاري، حيث كان استقبالا حافلا واستثنائيا. كما رافق الرئيس إسياس أفورقي في زيارته لإثيوبيا وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح ومستشار الرئيس السيد يمان جبرأب ووزيرة العدل السيدة فوزية هاشم ووزيرة السياحة السيدة أسكالو منقريوس وقائد القوات البحرية اللواء حمد كاريكاري وحاكم الإقليم الأوسط اللواء رمضان عثمان أولياي ومدير الأمن الوطني العميد أبرهة كاسا ووزير التنمية الوطنية الدكتور جرجيش تخلا ميكائيل ووزير المواصلات والاتصالات السيد تسفى سلاسة برهاني ومسؤولون آخرون. أوضح رئيس جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الدكتور مولاتو تشومي عن رضاه وسعادته لعملية السلام بين إريتريا وإثيوبيا والمرحلة التي وصلت إليها. جاء ذلك في مائدة الفطور التي نظمها بحضور رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد على إشراف فخامة الرئيس إسياس أفورقي والوفد المرافق له. وألقى الرئيس مولاتو تشومي كلمة مقتضبة قال فيها أن التطور السريع الذي شهدته العلاقة بين إريتريا وإثيوبيا ثقة ونتاج جهود الرئيس إسياس أفورقي ورئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد، معبرا عن أمنياته الكبيرة لتحقيق تطور كبير في كافة المجالات خلال وقت وجيز. وقدم في المناسبة الرئيس مولاتو تشومي وزوجته السيدة مآزة أبراهام هدية لفخامة الرئيس إسياس أفورقي. اختتم في 15 من يوليو الحالي مهرجان الشباب الثامن المقام في ساوة بروح عالية. وقدم الشباب القادمين من كافة أقاليم البلاد في المهرجان الذي دام 3 أيام رقصات فلكلورية جذابة وبرامج فنية رائعة وعروضا مبهرة للابتكارات والصناعات وغيرها من البرامج الراقية. كما وزعت الجوائز على الفرق والأشخاص المتفوقين. وألقى ضيف الشرف حاكم إقليم شمال البحر الأحمر العميد تخلا لطفو كلمة أوضح فيها أن المهرجان عكس بوضوح شعار الشباب قوة دافعة للتنمية المستدامة، منوها بأنه يتوقع من الشباب في المرحلة الحالية المبشرة بالسلام تنفيذ المسؤولية الواقعة على الشباب بلعب دورهم بشكل جيد.
وفي التقرير الذي قدمه رئيس لجنة تنسيق مهرجان الشباب الثامن الشاب ربيع الكبدة، أوضح فيه بأن المهرجان خلق أرضية ملائمة لاستضافة أكثر من 20,000 شاب قادموا من مختلف مناطق البلاد، وكذلك المواطنون القادمين من مختلف الدول الخارجية ليتبادلوا فيما بينهم التجارب وتعزيز ترابطهم. وأشار إلى أن المهرجان الذي حقق الهدف المنشود بتوريثه وعكسه القيم الوطنية والمجتمعية مما أهله ليكون مناسبة وطنية كبرى. وشهدت مراسم اختتام المهرجان فقرات فنية ومسرحيات جذابة. أكد المهنيين الصحيين والمستفيدين من الخدمات الصحية بأن عنابر انتظار الحوامل المشيد في عيادة هيكوتا يلعب دورا كبيرا لضمان صحة الحوامل. وأوضح السيد حديش فتوي مسؤول متابعة الحوامل وخبير الولادة بالعيادة أن العنبر الذي شيد بمبادرة السكان والإدارة ما زال يساعد الحوامل لإجراء المتابعة اللازمة قبل وبعد الولادة لضمان صحتهن وصحة جنينهن. وأشار السيد حديش إلى ازدياد عدد الحوامل اللائي يتابعن صحتهن نتيجة تنامي وعي المجتمع، مناشدا المجتمع لبناء عنابر لانتظار الحوامل في المؤسسات الصحية المنتشرة في مناطقهم والاستفادة الجيدة منه، مدركين أهميته الكبيرة. وأشارت المستفيدات من عنبر انتظار الحوامل إلى أن المهنيين الصحيين يقدمن لهن الإرشادات الصحية التي تساعدهن للوقاية من المشاكل التي تواجههن قبل وبعد الولادة، موصيات الحوامل اللائي يضعن مولودهن في المنازل للاستفادة من المؤسسات الصحية لسلامة صحتهن وصحة جنينهن. بجانبها أوضح مدير مديرية هيكوتا السيد شيخ الدين صالح أهمية الاستفادة من المؤسسات الصحية وخاصة عنابر انتظار الحوامل في الحد من وفيات الأمهات والجنين، وهو ما يدعو للدفع به قدما. تمت صيانة الخطوط الكهربائية التي تعرضت لأضرار من الأمطار المصحوبة بالرياح القوية في 9 يوليو الحالي في ضاحية شاخة ود بسرات، وتسببت في قطع التيار الكهربائي بالكامل. وقال مسؤول هيئة الكهرباء في الإقليم الجنوبي السيد سلومون قبرة ساي أن الأمطار تسببت في انقطاع التيار الكهربائي في مدن دبروة مندفرة وعدخالة وقرى أخرى تقع في الطريق الرئيسي لمدة 3 أيام، موضحا بأنه بدأت الخدمات في 12 من شهر يوليو الحالي بفضل الصيانة التي قامت بها هيئة الكهرباء الوطنية. كما تسببت الأمطار المصحوبة بالعواصف في تدمير وخلع زين ل3 فصول مدرسية في مدرسة شاخة ود بسرات وتدمير بيت بالكامل في منطقة جينابالا. ومن جانب آخر انقلبت حافلة شعبية في 11 من يوليو الحالي في طريقها من الدخول إلى أسمرة وعلى متنها 44 شخصا، وتوفي شخصين وأصيب 37 شخصا بجروح بليغة وطفيفة. وفي المعلومات التي قدمها عضو شرطة المرور في مديرية الدخول المقدم أمر الجزائري لوكالة الأنباء قال أن سبب حادثة الحافلة الشعبية التي انطلقت من الدخول وانقلبت في منطقة ديجا سمومو كانت السرعة العالية. وأكد نقل المصابين إلى مستشفى مندفرة للحصول على الفحوصات الطبية اللازمة. إلى فاصل قصير ثم نوافيكم بالأنباء العالمية، فتفضلوا بالبقاء معنا. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على انفراد بأنه بداية طيبة. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب اجتماع عقد بالعاصمة الفنلندية هلسنكي أنه لا يرى ما يدعوه لتصديق أجهزة مخابراته بدلا من الثقة في زعيم الكرملين بشأن مسألة ما إذا كانت روسيا تدخلت لمساعدته في الفوز بانتخابات عام 2016، وفي يوم واجه فيه ضغوطات من منتقديه ودول الحليفة بل وحتى من معاونيه لاتخاذ موقف صارم لم يوجه ترامب أي كلمة انتقاد واحدة لموسكو عن أي من القضايا التي تسببت في وصول العلاقات بين واشنطن وموسكو إلى أدنى مستوى لها منذ الحرب الباردة. وبدلا من ذلك انتقد قباء السياسات التي انتهجتها بلاده، خاصة قرار التحقيق في التدخل في الانتخابات. بدوره نفى بوتين أي تدخل في الانتخابات قائلا أن المزاعم محض هراء.
ذكر مسؤولو الإطفاء أن كتلة من الحمم البركانية سقطت على سفينة سياحية قبالة جزيرة بيج آيلاند في هاواي، فأصابت ما لا يقل عن 22 شخصا، فيما يمثل أكبر عدد من المصابين في أحدث ثورة لبركان كيلاوايا. وقال رئيس إدارة الإطفاء أن السفينة تمكنت من العودة إلى مينائها في هيلو، وأن ما لا يقل عن 9 آخرين إصاباتهم طفيفة نقلوا في مركبة خاصة إلى المستشفى، وبأن المسعفين يعالجون 10 آخرين في الميناء. وكان البركان دمر مئات المساكن قبل أسابيع في منطقة كابوهو، فضلا عن ابتلاعه مئات المنازل الواقعة بالقرب منه. أظهرت دراسة حديثة نشرتها مجلة علمية أن القارة القطبية الجنوبية قد خسرت 2.71 تريليون منذ عام 1992، إذ حدثت نصف الخسارة هذه خلال السنوات الخمس الماضية. وأوضح فريق دولي يتكون من 80 عالما وباحث في دراسته هذه بأن معدل ذوبان الجليد قد تضاعف 3 مرات خلال العقد الماضي فقط، وبأن هذا المعدل قد تسارع ليصل إلى 219 مليار طن في السنة، وذلك خلال الفترة الممتدة بين عامي 2010 و2017 فقط. وتشكل الصفائح الجليدية الموجودة في أنتاركتيكا أهمية بالغة بالنسبة للعلماء والباحثين، وذلك بسبب امتلاكها لما يقرب من 90% من الجليد الموجود على هذا الكوكب. ويتوقع العلماء ارتفاع في مستوى سطح البحار والمحيطات بمقدار 58 مترا في حال ذوبان جميع الكتل الجليدية الموجودة في القطب الجنوبي، الأمر الذي سيهدد وجود المدن الساحلية بأكملها، وبالأخص تلك الواقعة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية. تستخدم بلدة بيدرو مونتايو في الإكوادور أكثر من نصف مليون زهرة زرعت محليا في محاولة لتحطيم رغم قياسي عالمي ببناء هرم عالي القمة. وتبلغ في منطقة كوشتاثاك الأثرية إلى الشمال من العاصمة كيتو. ويسع الهرم الذي تبلغ مساحته 1100 متر مربع ويزن نحو 30 طنا إلى احتلال مكان في موسوعة جينيس للأرقام القياسية بوصفه أكبر تكوين من الزهور في العالم. وفحص فريق تابع للموسوعة الجزء الذي اكتمل من هذا العمل، وسيصدر حكمه خلال أسبوع حسب وكالة رويترز للأنباء. ويساعد نظاما للري بالتنقيط على الحفاظ على نضارة الزهور. ويقدر منظمون تكلفة الهرم بنصف مليون دولار تقريبا. مع أخبار الملاعب والبطولات بعد قليل. احتفل الآلاف من المشجعين الفرنسيين المنتشرين بعودة منتخب فرنسا الفائز بكأس العالم لكرة القدم، والذي قفز لاعبوه وهتفوا في حافلة طافت شارع الشانزليزيه قبل التوجه إلى استقبال رقصي خاص. واحتشد أكثر من 300 ألف شخص في شارع الشانزليزيه والمنطقة المحيطة بقوس النصر وساحة كونكورد، واحتفلوا حتى الساعات الأولى من الصباح، وقرنوا النشيد الوطني وأشعلوا الألعاب النارية حتى شروق الشمس. وجلب الانتصار شعورا بالوحدة الوطنية. وشدد المعلقون على أن القائمة، وهي ثاني أصغر تشكيلة في البطولة، ضمت العديد من اللاعبين المنحدرين من أصول من وسط وشمال أفريقيا، رغم أن جميعهم باستثناء 2 ولدوا في فرنسا. وفاز منتخب فرنسا الشاب ب4 أهداف مقابل هدفين على كرواتيا في مواجهة نهائية مفتوحة وسريعة الإيقاع في موسكو. وظهر الفريق في قصر الإليزيه حيث قنوا بتلقائية النشيد الوطني الفرنسي مع الرئيس إيمانويل ماكرون وزوجته. بهذا نصل إياكم مشاهدينا إلى ختام هذه النشرة. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء.
في أمان الله وحفظه.